قرب النار المولعة مسكت علبة بيبسي فاضية وقطعتها بسكينة، طلعت منها صفيحة معدنية رفيعة، حطتها على الأرض وقطعت التيشيرت بتاعها وبصت على جرح بطنها وسخنت السكينة على النار، وما بقاش في عينيها خوف، كان في عزيمة. بس حطت النصل السخن على جرحها وشقت لحمها عشان تطلع شظية الخشب اللي جواها. اللحم اتشق زي الورق، وأول ما سحبت الشظية الدم نزل بغزارة، وبعدها سخنت الصفيحة المعدنية وضغطتها على الجرح. الوجع طلع وخلى الصريخ عالي، وضغطتها على الجرح. الدخان طلع والوجع خلى صريخها يعلى. بس دي كانت ولادة بمثابة ولادة روح جديدة عطشانة للانتقام. الصبح لما صحيت جرحها كان نشف خالص، وعلى الصفيحة المعدنية اللي التحمت بجلدها ظهر نقش نسر، علامة انها ما بقتش بنت عادية، بقت صيادة. ربطت جرحها وشالت سلاحها ومشيت من خلال المنظار. شافت راجل كان لوحده وضربت نار عليه، لكن قوة الارتداد رمتها على الأرض، ولما قامت كان الهدف اختفى. جريت لعربيته ما لقتش غير نقط دم، وبصت لقت أثر بعيد. مشيت وراه بس اختفى بسرعة، وما فضلش غير جزمة الراجل. كان مستخبي طول الوقت بيراقبها وهي بتتقدم، جهز سلاحه وبدأ يراقبها في صمت. بس هي كانت متوقعة ده. كسرت المنظار على الصخرة وبعثرت الأزاز على الأرض، وأول ما جه وراها داس على الأزاز وصرخ بصوت عالي من الألم. هي من وسط الشجر بصت عليه وهو بيتلوى، بس موقفتش. والراجل ترنح لحد عربيته وركب ومشي. اللي ما كانش يعرفوا انها كانت مستنياه ببندقية، واول ما ظهر ضربت رصاص. خلصت عليه بس وشها ما ابتسمش. لسه باقي 2 اعداء. تاني يوم مشيت ورا واحد منهم عند النهر، كان تخين وجبان. قتلته من غير اي مقاومة، وما فضلش غير واحد كان مستخبي في قصره من كتر الخوف بس. واللي ما كانش يعرفوا ان البنت كانت مستنياه وكانت مستخبية وعاملاله كمين. اشتركوا في القناة واعملوا لايك وشير علشان يوصل لكم الجزء الثالث. سلام.